تحية طيبة وأهلا وسهلا بمن يستمع إلي. هذا الفيديو هو مشترك أو الحديث فيه مشترك بين حنا عبود وصادق جلال العظم. الناقدان الكبيران طبعا يجمعهما ويفرقهما أيضا الأمر نفسه، يعني يجمع بينهما لنقل المهاد المعرفي أو الفكري الماركسي، وهو نفسه ما يفرق بين هذا وذاك، بمعنى أن، وهذه النقطة يعني هي التي سأركز عليها في القسم المتعلق بحنا عبود، ثم أنطلق من حنا عبود إلى صادق جلال العظم لأتفرغ للحديث عنه، خاصة أن المنطلق لهذا الكلام هو مقالة كتبها حنا عبود عام 2016 في رثاء صادق جلال العظم. المقالة هي مناسبة لكي أتحدث قليلا عن شخصية الناقد حنا عبود وبعض دروسه التي يمكن أن نتعلم منها أو يتعلم منها النقاد الآخرون، نتعلم منها كقراء طبعا ونقاد. الصديق الناقد حنا عبود يثبت في هذه المقالة ما يتحدث هو في فقرة من فقراتها، يثبت أنه ناقد نبيل، بمعنى أن هذا الناقد الذي يكرس هذه المقالة الموجزة والمكثفة لكي ينقد ناقدا مفكرا آخر هو صادق جلال العظم، يثبت من خلال هذه المقالة كيف أنه يعبر عن اختلافه ورفضه لبعض أفكار هذا الناقد الآخر، ورفضه الواضح لبعض هذه الأفكار، يعني ليس رفضا فيه مداورة بل رفضا قاطعا، لكن يعبر عن ذلك بمنتهى النبل والسمو. والنبل والسمو هما درسان من دروس الناقد الحمصي القديم في التاريخ لونجينوس الحمصي، الذي له كتاب قدمت ذات يوم فيديو مستقلا عنه، لكن يستحق طبعا، هذا الكتاب يستحق دراسات حوله. هو كتاب الجليل في الأدب أو الرائع في بعض الترجمات. هذا الناقد ينطلق من قوانين أدبية فيها يعني فخامة وفيها نبل من أجل تفسير الظاهرة الأدبية والنقدية. حنا عبود ابن هذا الناقد الحمصي القديم، يعني حنا عبود بالنسبة لي الآن هو لونجينوس لا أقول الثاني، بمعنى ربما الثاني فقط كسبق تاريخي أو كتسلسل تاريخي، لكن هو لونجينوس القرن العشرين في النقد العربي. لونجينوس هذا من الشخصيات النبيلة يعني، والذي كان يقرأ الأدب منطلقا من قيم كبرى ومثل عليا على منوال التفكير النقدي في عصره. حنا عبود وريث هذا الشكل من الاختلاف النقدي مع الآخرين، يعني هنا يعبر عن خلافه مع صادق جلال العظم بمنتهى الاحترام والتقدير، الذي يعني ربما في بعض اللحظات
المتعلقة بصادق جلال العظم، يعني أنا غير قادر على أن أكون مثل حنا عبود بهذا النبل المفرط. يعني أنا أتهم بأني راديكالي في بعض اللحظات والمواقف، وأنا أعترف وأقر بذلك طبعا. وصديقنا وأستاذنا حنا عبود يعرف بعض مواقفي الراديكالية بشكل شخصي، يعرفها. لكن أنا يعني أعترف بأن بعض المواقف واللحظات لا يمكن إلا أن أكون بهذه الحدة والراديكالية في بعض المواقف طبعا، ليس في كل منطلقاتي. آسف أني أتحدث عن نفسي، لكن لكي أبين الفرق بين حنا عبود وبين الآخرين، ولكي أقول أنني تعلمت منه الكثير من هذا الناقد المعلم في كيفية قراءته للأفكار وللآداب وللأدباء، لكن لم أستطع أن أكون بهذه الحكمة النبيلة في كل شيء. هذا اعتراف مني وإقرار بندرة هذا الأداء. يعني من النادر أن تجد ناقدا مفكرا لديه هذا النبل والسمو في التعبير عن اختلافه مع الآخرين، حتى أنه يقول في مطلع مقالته يعني أنه صادق جلال العظم كان ينتقل مثل السندباد من بلد إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى أيضا، فلذلك من الصعب أن تحكم عليه يعني هكذا بشكل سهل. يعني هو يعبر حنا عبود عن الحذر في التعاطي مع تجربة أو مع مراحل صادق جلال العظم، فيقول: وهذا ما جعلنا نحذر عندما نقرأ ما يقع خلف تفكيره، خلف تفكير العظم، يعني من غير أن تشفع لنا معرفتنا به، بل ربما كانت هذه المعرفة من جملة عوامل الزوغان والتضليل، فلتتجاوز روحك عن أخطائنا أيها الصادق العزيز. هذا مثال من أمثلة النبل التي يقدمها حنا عبود. حديثي ليس عن المقالة بشكل كامل، بل عما لفت نظري فيها بما يتعلق بموقف مثير للاستغراب وللتساؤل والحوار الصريح والشجاع مع هذا الموقف الذي قدمه صادق جلال العظم، والذي ينتقده فيه حنا عبود بطريقة كما قلت ليس فيها حدة وتطرف، بل كعادته بمنتهى الهدوء والدماثة والوسامة. وليس من المستغرب أن يكون الناقد وسيما، فهذا شأن يعرفه حنا عبود أكثر من غيره. الوسامة هنا في الأداء الفكري والنقدي، وهو الذي يؤدي إلى أن يكون وريثا للونجينوس الحمصي. إذن بعد أن يستعرض حنا عبود في هذه المقالة بعض سجالات الفكرية الأساسية التي خاضها صادق جلال العظم في تاريخه، ويصل إلى ما أريده أنا، يقول حنا عبود، وسأقرأ هنا: المعركة الثانية كانت مع أدونيس الدونكيشوتي الآخر، الذي لا يؤيد أي تظاهرة تخرج من كنيسة أو مسجد ولو قادها لينين نفسه، من غير أن يشير إلى المكان الذي يريد أن تخرج منه التظاهرة. إن فيه عقدة من الأيديولوجيا الدينية أكثر من صادق، ومع ذلك اختلفا، والقارئ لا يحتاج إلى تلخيص أدبيات هذه المعركة، فهي موثقة في كتب صادق، ولكن لا بد من عرض رأي صادق في الثورة الإيرانية. فعندما كان الإيرانيون ضد الاتحاد السوفيتي، وقف
ضد ملال إيران، وعندما لم يعد هناك اتحاد السوفيتي وقف مع الملال بحسب المنطق التالي: إن الموقف المعادي للشيطان الأكبر والشيطان الأصغر سيجمع جماهير هائلة وسينتصر هذا المحور في المعركة. ولو كان متعصبا دينيا فطريقة الإنتاج والأوضاع التي تفرضها الرأسمالية العالمية تدفع الملال إلى مقارعة الإمبريالية، وخاصة بتصدير الثورة الإسلامية بين قوسين طبعا الإيرانية. وفي إحدى محاضراته في مدينة حمص عرض نصين، يعني صادق جلال العظم عرض نصين: الأول لروح الله الخميني، والثاني لكاسترو من أرشيفه القديم جدا، وانتقل من الأول إلى الثاني، ولو لم يشر إلى الخطابين لما انتبه أحد إلى ذلك. ولما خرجنا من قاعة المحاضرات إلى غرفة الاستقبال سأله أحد الدنكشوتيين المستائين من محاضرته التي اعتبرها ترويجا للنفاق الديني: لو كان كاسترو عند روح الله ألا يحكم عليه بالإعدام والعكس صحيح؟ ولم يمهله للرد بل أنشده: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا. ولم يدخل غرفة الاستقبال بل انسحب وهو في الدهليز الموصل إليها احتجاجا واستنكارا، فابتسم صادق وقال بكل صفاء الروح الدنكشيتية: إن الرجل أدونيسي. انتهى الاستشهاد من مقالة حنا عبود. ذكي حنا عبود ذكاء خارقا، يعني هو يقدم لك هذا المشهد الذي يخفي لقطة كوميدية مهمة جدا. يعني إذن صادق جلال العظم في هذه المحاضرة التي ألقاها في حمص يستشهد ويشيد بالثورة الإسلامية الإيرانية، ويعتبر أن الخميني هو كاسترو. هذه الفكرة تؤخذ على صادق جلال العظم من عدة أوجه. أولا، كيف يتجرأ مثل هذا الناقد والمفكر الماركسي على أن يماهي بين نص الخميني ونص كاسترو لكي يؤكد على أن ما فعله الخميني هو يصب في سياق مقارعة الإمبريالية؟ يعني لهذه الدرجة سيطرت الأيديولوجيا الشيوعية الماركسية على تفكير صادق جلال العظم لكي يشيد بالخميني على أنه قدم نموذجا ثوريا فقط لأنه يقارع الإمبريالية. والجانب الآخر، المأخذ الآخر الذي يؤخذ هذا الكلام على صادق جلال العظم، أنه من أشد من هاجم أدونيس بعد 2011، بعد آذار 2011، يعني لأن أدونيس في تاريخه المعروف أيد ثورة الخميني وكتب مقطعا شعريا تحية إلى هذه الثورة. وطبعا تبع صادق جلال العظم الجموع الغفيرة، كنت أقول الغفورة، الله يغفر له، الله يغفر له قطيعيتها هذه الجموع القطيعية، انساقت وراء هذا الهجوم على أدونيس لأنه أيد الثورة الإيرانية. طبعا يلحقون بها الثورة الفارسية المجوسية المتآمرة على العرب والمسلمين وعلى السوريين وعلى المنطقة، وعندها أطماع فارسية وعندها ما بعرف شو، بمن فيهم
المفكر الماركسي صادق جلال العظم. ولم يفطن واحد من جموع المعارضة السورية إلى أن معلمهم الكبير، إلى أن كبيرهم صادق جلال العظم لم يكتفي بتأييد ثورة الخميني، بل شبه الخميني بكاسترو. لماذا لم يفطنوا؟ لأنهم لا يقرؤون، أو إذا قرأوا لأنهم يريدون أن يلغوا هذا الجانب من تاريخ صادق جلال العظم، مع أنه مؤيد، يعني مؤيد بمواقفه الصريحة ومقيد في كتبه وحواراته في تلك المرحلة. أنا هنا لا أريد أن أنال من صادق جلال العظم، فأنا أعرف أهميته النقدية والمعرفية، وأعرف أن جيلا يعني لا بأس به من الشباب المثقف في السبعينيات والثمانينيات كان يعتبر صادق جلال العظم إحدى الأيقونات الفكرية للحرية واليسار والثورة والاختلاف والنقد. طبعا على كل ما في هذه التجربة من هفوات وأخطاء ومحطات للتساؤل والانتقاد، بما في ذلك هذا الموقف الغريب من الخميني، ونسيانه هو نفسه عندما هاجم أدونيس لأنه أيد ثورة الخميني، نسيانه هو نفسه لأنه أنت نفسك يعني استحى أدونيس أن يقول إن الخميني هو كاسترو. على الأقل أدونيس بعد أن أيد الثورة لأنها كانت ثورة سلمية فقط، كتب 3 مقالات في تلك المرحلة، وهذه المقالات جاءت بعد أسابيع قليلة من تأييده المعروف ومن قصيدته المعروفة. هذه المقالات شرح فيها البنية العسكرية لولي الفقيه، وأشار إلى أن هذه التجربة سوف تصب في النهاية في الاستبداد الديني والسياسي، على عكس صادق جلال العظم الماركسي الذي يقول في الكتاب الذي ترجمه فالح عبد الجبار. وهنا أريد أن أقف قليلا يعني قبل أن أقرأ. فالح عبد الجبار أشار هو أيضا في الندوة النقدية التي كانت من أجل الاحتفاء وتكريم صادق جلال العظم عقدت في برلين. هو من نبهني على فكرة إلى أن صادق جلال العظم في تلك المحاضرة وقف هذا الموقف المؤيد للخميني وللثورة الإيرانية، وأنه ماها بين الخميني وكاسترو، وأشار إلى أن صادق جلال العظم ذكر ذلك في نصين باللغة الإنجليزية وليس باللغة العربية. ولكن فالح عبد الجبار ترجم أحد هذين النصين، وهو محاضرة طويلة ترجمها إلى اللغة العربية في عام 2007، ولكن لم أكن قرأت هذا الكتاب. المحاضرة الكتاب بعنوان الإسلام والنزعة الإنسانية للعلمانية، صادر عن دار المدى في عام 2007. طبعا هنا أيضا مزيد من التوضيح حتى لا نريد أن نتجنى أيضا على صادق جلال العظم. لماذا أيد صادق جلال العظم ثورة الخميني؟ أولا ثورة الخميني في تلك المرحلة في الثمانينيات عند يعني ولادتها لنقل، حتى ميشيل فوكو الفرنسي، وهو ليس مسلما وليس مشرقيا ولا يبحث عن ديمقراطيات عربية وحرية وثورة عربية، له كتاب الآن مترجم أيضا اللغة العربية، مقالاته الإيرانية،
جاء إلى طهران وعاش في الوسط الإيراني، وكتب مقالات إلى بعض الصحف الفرنسية، مقالات يشيد فيها بتجربة الثورة الإيرانية، وغيره من الكتاب والمثقفين واليساريين والماركسيين. يعني في تلك المرحلة كانت ثورة الخميني نموذجا رآه صادق جلال العظم يؤكد على مقولته، على مقولة صادق جلال العظم، يعني في أن هناك إسلامين أو طريقتين أساسيتين من طرق التعامل مع العالم بالنسبة للإسلام، وهي النظرة التي يرى من خلالها مسوغا فكريا وفلسفيا لتأييده لثورة الخميني. ولكن تأييده للخميني ضمن هذه المسوغات أيضا لا يتيح له على الإطلاق أن يشبهه بكاسترو، هذا من جهة، ولا أن يرى فيه ما لم يرى أدونيس أيضا، لأن أدونيس انتقد هذه البنية الفقهية العسكرية لثورة الخميني. الآن سأقرأ الفقرة التي فقرة من كتاب صادق جلال العظم، الإسلام والنزعة الإنسانية للعلمانية. يقول: دعوني أقدم مثالا معاصرا آخر عما يبدو لي بمثابة انتصار ضمني للنعم التاريخية على الكلة الاعتقادية. اضطر هنا أيضا لأقف قليلا قبل أن أكمل. صادق جلال العظم في تلك المرحلة كان يرى أن هناك، كما أسلفت قبل قليل، أن هناك نظرتين إسلاميتين للتاريخ أو للوقائع أو للأحداث أو للنصوص. هناك نعم وهناك لا. اللا الرافضة هي التي تحسم وترفض وتجزم، هي متعلقة بالجانب الاعتقادي والعقائدي والنصوص، الكتب يعني المؤسسة للإسلام. ولكن هذا الإسلام عبر التاريخ كان يضطر للاستجابة التاريخية لوقائع تاريخية واجتماعية وسياسية وحضارية ومدنية لم تكن واردة في تلك النصوص، وهي تجارب جديدة بالكامل لم تمر على الرسول محمد لكي يؤسس لها نصا يفتي كيف نتعامل معها. فإذا كان الإسلام يقول نعم للتاريخ، نعم للتطور التاريخي، نعم للتبدلات التاريخية التي لا سياق نصي لغوي فقهي شرعي لها، وإلا كيف شكل الإسلام دولته الكبيرة في تلك المرحلة وغزا نصف العالم؟ لم يغزو نصف العالم بنصوصه فقط، غزا العالم وفتح البلدان وأشاع الثقافة الإسلامية والعربية والمدنية، وهي شيء مهم لا ينكر ذلك عاقل، لكنه فعل ذلك لأنه ابتعد عن النص الأصلي المؤسس والمكرس للعقيدة، وانفتح على التاريخ واستجاب لمتطلبات جديدة لم تكن واردة في البال. بهذا السياق يؤيد فكرة أو ثورة الخميني. إذن يرى أن النعم التاريخية انتصرت على كلة الاعتقادية من خلال ثورة الخميني. يتابع صادق جلال العظم: فإن آيات الله الإيرانيين، طبعا مكتوبة هنا إن آيات الله الإيرانيون، يعني للأمانة يعني فقط، فإن آيات الله الإيرانيين لحظة انتصارهم لم يتوجهوا إلى استعادة الخلافة الإسلامية، وقد كان هناك خليفة شيعي في التاريخ الإسلامي كما هو معروف، كما أنهم لم يعيدوا إنشاء الإمامة أو نيابة الإمام، بل راحوا ينشئون
جمهورية لأول مرة في تاريخ إيران المديد، وهي جمهورية تقوم على انتخابات شعبية ودستور، وهذا الأخير نسخة منقولة عن الدستور الفرنسي لعام 1958، ومجلس تأسيسي أو برلمان تجري فيه سجالات حقيقية، ورئيس جمهورية، ومجلس وزراء، وكتل سياسية، ومحكمة عليا، وهذه كلها مؤسسات لا صلة لها بالإسلام بوصفه تاريخا وإيمانا قويما ومعتقدا، لكن لهذه المؤسسات صلة كبرى بأوروبا الحديثة تاريخا ومؤسسات سياسية. انتهى الشاهد من صادق جلال العظم، ترجمة فالح عبد الجبار. هذا النص كما ذكرت مكتوب باللغة الإنجليزية، وهو على ما يبدو محاضرة ألقاها باللغة الإنجليزية. السؤال الآن: لماذا لم يفطن فطاحل المعارضة السورية إلى موقف صادق جلال العظم من ثورة الخميني، التي يرى فيها بكلامه الصريح تجربة حديثة أوروبية؟ يقول هي تعتمد على المؤسسات الحديثة الأوروبية، المؤسسات السياسية، دستور، برلمان، مجلس أمة، انتخابات، دستور فرنسي، بل يؤكد على أنها لم تنشئ إماما ولم تستعد نائب الإمام أو ولي الفقيه. يعني هذا المفكر الماركسي صادق جلال العظم. لا يعني استحى أدونيس الذي شتمتموه بأقذع الشتائم أن يرى فيها ما رأى الماركسي صادق جلال العظم. على أنني أنا شخصيا أقدر التجربة النقدية والفكرية لصادق جلال العظم تقديرا كبيرا ولا حد له، ولكن هذا لا يمنعني أن أجد هذا الكلام كما اعترض عليه ذلك الحمصي في المحاضرة أو بعد انتهاء المحاضرة، وقال له: ما هذا النفاق الديني؟ أنا لو كنت مكانه أيضا سأقول له: أنت كذاب. هذا يمكن أن أقول له وجها لوجه: أنت كذاب يا سيد صادق جلال العظم، أنت تغالي في كذبك وتغالي في رؤية ما رأيته في ثورة الخميني. على أنني أيضا في تلك المرحلة كنت أرى في ثورة الخميني تجربة مثيرة للانتباه، كما ذكرت قبل قليل أن يعني وتجربة ثورة الخميني كانت محكا لكيف يرى العلماني الإسلام. فأنت أمام نموذج لا يمكن أن تتجاوزه وأن تغض النظر عنه، ولا يمكن أن تقول إنها ثورة قامت بلا عنف، لم تطلق فيها رصاصة. طب باستثناء حوادث أنه أخذوا الموظفين الأمريكان، هذا في سياق العقيدة الإسلامية الخمينية، وفي سياق كما يرى صادق جلال العظم في سياق مقارعة الإمبريالية، أو كما يسميها الخطاب الإيراني الاستكبار العالمي. أدونيس لا يرى ذلك فيهم. وعلى أيضا للإضافة على اختلافي القوي والشديد والحاد مع أدونيس في كثير من أطروحاته الفكرية والسياسية، وقد ذكرتها له وجها لوجه عندما التقيته في المكسيك، وكتبت بعضا منها في منشورات سريعة على صفحتي الخاصة في الفيسبوك. يعني أنا أعرف أهمية الاثنين، وتقديري وحبي للاثنين لا يلغي أنني أنتقدهما بشدة وقوة، وأرى في موقفهما يعني مع تمايز الموقفين، مع تمايز موقف أدونيس عن موقف صادق جلال العظم الذي لم يقدم نقدا بالقيمة نفسها التي قدمها الشاعر. وأدونيس ليس مفكرا ماركسيا، وليس باحثا أبستمولوجيا، ولا منظرا للسياسة،
رغم ذلك وجه انتقادات متساوقة وتالية لتأييده لثورة الخميني. الآن طبعا النصان اللذان ذكرتهما والذي ذكرهما حنا عبود وفالح عبد الجبار، نصا صادق جلال العظم، هما مكتوبان باللغة الإنجليزية. أكرر أن فالح عبد الجبار ترجم واحدا منهما بعنوان الإسلام والنزعة الإنسانية للعلمانية. أختم بالعودة إلى الناقد حنا عبود لكي أكرر إعجابي بالنبل الذي أنا لا يمكن أن أكون نبيلا بهذه السوية وأنا أرى أن صادق جلال العظم يماهي بين الخميني وبين كاسترو. كنت سأكون حادا واضحا في رفضي لهذه المقارنة. وطبعا أؤكد للمرة الثانية هنا على انتقادي الشديد والقوي والعنيف لمثقفي المعارضة السورية وتهكمي من معظمهم الذين يفكرون بالأمور الكبرى والحاسمة بطريقة ليس فيها تفكير وليس فيها عقل وليس فيها نقد وليس فيها إلا هبل تاريخي وإلغاء لا تنقصه الطائفية. طبعا هذا الحديث له إمكانيات أن أتحدث فيه أكثر في مرات قادمة. شكرا لكم وإلى اللقاء.